السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة، ومن ضمن حلويات العيد جبت لكم غريبة كاوكاو أولا معلكة. كتجي زوينة بزاف، هشيشة ومعلكة، وأهم حاجة كتنجح لك من أول تجربة. ما تنساوش تدعموني باللايك والتعليق، وإلا كنتو أول مرة غادي تزوروا القناة مرحبا بكم اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. وما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ونبداو على بركة الله. خديت واحد الاناء اللي درت فيه نصف كيلو ديال الكاوكاو الغليظ اللي حمرته وقشرته وطحنته. من الاحسن ما طحنتش يكون لي بودره، يعني كيبقى كيبان واحد شويه كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نزيد نضيف عليه كاس سكر سنيد حبيبات. عندي هنا كاس ديال الكوك او جوز الهند اللي كيكون ميدم، من الاحسن يكون ميدم ما يكونش ناشف. تقدروا تضيفوا حتى جوج ديال الكيسان. وغادي نزيد رشه ديال الملح صحيح الذوق. غادي نزيد نضيف عليها كيس سكر فانيلا، ممكن نضيفو حتى نكهه ديال الكراميل. غنزيد معلقه كبيره ديال تكون معمره مزيان ديال زبده لينه، استعملوا زبده ديال الاكل ماشي ديال المارغرين. وغادي نزيد نضيف عليها 3 معالق كبار ديال المربى السائله ديال المشماش. من الاحسن نضيفوه السائل ديال الحلويات ماشي ديال الاكل. ممكن تعوضوا المربى بمعلقه كبيره ديال الكليكوز، يعني كتعطي نفس النتيجه. وهنا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. وهنا غادي نزيد 2 اكياس ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام. ودابا غادي نبدا نجمع الخليط بالبيض. نبقاو نضيفو البيض بالتدريج وحده بوحده حتى تجمعنا الخليط. انا خديت لي 4 ديال البيضات. المهم كنبقاو نضيفو شويه بشويه البيض باش ما تجيناش عجينه جاريه. وغادي نبقاو نجمعو بهاد الطريقه. هنا غادي نزيد البيضه الثالثه، وباقي غنزيد بيضه واحده اخرى حيت الخليط باقي ما مجموعش ليا مزيان. وهذا هو القوام اللي خاصها كتكون جاريه واحد شويه كيف ما كتلاحظوا معايا. نغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مده 10 دقائق ونرجع معكم. وهنا من بعد ما ارتاحت غادي نبدا نشكلها كويرات. في الاول غادي ناخذ الطبسي درت فيه السكر كلاسي سبيسيال، من الاحسن يكون سبيسيال ماشي العادي. وغادي ناخذ واحد لاطه نفرشها برق الزبده اولا مدهونه غير بالزيت. هنا خديت شويه ديال المزهر اللي غندهن به يدي باش مابقاش تلصق ليا العجينه في يدي. وهنا كندهن يدي بالمزهر وكنشكل كويرات الحجم اللي بغيتو، كبير او لا صغير. وغادي نبدا نفردها في السكر كلاصي. كيف ما قلت لكم السكر كلاصي يكون سبيسيال، نحاول نضغط عليه واحد شويه بحال هاد الطريقه ونحطها في اللاطه. نعاود نفس العمليه من نبدا في السكر كلاصي ونضغط عليه شويه، وكذلك نضعها في اللاطه. وغادي نعاودو نفس العمليه نديرو الكبيرات ونفلنهم السكر كلاصي سبيسيال ونضغط عليهم شي شويه ونحطهم فوق اللاطه حتى نعملوا لاطه كامله. وفي هذا الاثناء ندير الفران كيسخن على اعلى درجه. منين نبغي نخلي لاطه غادي نقص ليها تولي العافيه مهيله، تكون العافيه من الفوق، نشعلهم من الفوق يعني حتى تشقوا لينا. من بعد نشعلهم من التحت. تحاولوا ما تخليهمش في الفران بزاف، تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش ما تقصحش لكم الغريبه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه. كتجي زوينه بزاف، هشيشه ومعلكه
واخا تكوني عمرك درتيها نجح لك من اول تجربه الا تبعتي المراحل كامله. كنتمنى تكون وصلت لكم الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك وتعليق للفيديو باش تشجعوني، وإلا كنتوا اول مره تزوروا القناه مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.